أقولها وأعيدها، مثل ليبيا، مثل تونس، مثل المغرب، مثل موريتانيا، مثل مالي، مثل أي بلد آخر. الجزائر رسخت هذا المبدأ من مبادئها، هي أنها لا تتدخل في شؤون الآخرين، وأنها صحيح أنها نادت واستقبلت هؤلاء الليبيين المتناطحين الإخوان ونصحتهم بأن يفضلوا الحكمة وأن مصلحة البلاد هي العليا، وأن يتناقشوا فيما بينهم دون اللجوء إلى غيرهم لاستغلالهم، وهذا ما يحدث الآن في قوة من قوات الليبية المتنازعة. نعم سيد كامل مرعاش، لكن هناك من يقول بأن تحركات حفتر كانت بإعازة من بعض الدول الخليجية إن صح التعبير التي أزعجها الحراك الجزائري. تفضل. هذه العملية تم التخطيط لها منذ أكثر من 3 أشهر، وبدأ تنفيذها، وذهبت هذه القوات إلى جنوب غرب ليبيا قبل عملية طرابلس. طيب إذا كانت هذه بإعاز مما تسميه الدول الخليج، أي هذه الدول الخليج؟ الدول الحليفة لحفتر، هكذا يقول كثيرون. أبدا، هذه قضية وطنية. قضية الجيش الوطني هي استعادة هيبة ليبيا ومنع كل هذه الدول من التدخل في ليبيا. وأكبر إنجاز لهذه العملية هو خروج الجنود الأمريكان، 300 عسكري لم نسمع عنهم، ليس هناك اتفاقية لوجودهم في ليبيا، هربوا عندما وصل الجيش الوطني الليبي. هذه قضية وطنية بامتياز. الجيش الوطني الليبي ليس كما يفهم بعض البسطاء الجزائريين أتى ليغزو الجزائر، فكيف نغزو الجزائر ونحن بلد ممزق، بلد فاقد لسيادته، بلد كان يأمل من الجزائر أن تعينه على حماية هذه الحدود. جنرالات الجزائر فشلوا في ملاحقة إرهابيين جزائريين، الأعور مختار بالمختار وتركدان. الجيش الليبي قضى عليهم في أسبوعين، ويقولون نبعث له كوماندوس جزائري. هل سيبعثون كوماندوس من الوطاويس ليأتي به من الرجمة؟ نعم، عريض الوسود لا تقترب منه الثعالب. نعم أرجوك. الجزائر، وأعيدها ليكون هذا يعني يدخل في أذهاني في ذهني الآخر. هو يقول أن قضية وطنية، وحفتر لم يتحرك بإعازة من بعض الدول التي أزعجها الحراك. والجزائر لم تتهم إلى الحد الآن عبر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، لم تتهم أي طرف من الأطراف، إنما قالت حذرت بأن الشأن ما يحدث في الجزائر شأن جزائري بحت 100%، وبعثت برسائل إلى العالم كله بأن لا يتدخلوا في الشأن الجزائري، لا أحد يتدخل في الشأن الجزائري، ومن كانت له مصلحة في أن يتدخل في الشأن الجزائري ويريد زعزعة استقرار وأمن الجزائر فالجيش يكون له بالمرصاد. قلت وراء كل شبر من الجزائر من حدودنا جندي يحمي هذا الوطن. والجزائر أرسلت تعزيزات أمنية على حدودها الشرقية الجنوبية، الشرقية أو الغربية أو الجنوبية. الجزائر كانت مستهدفة في مشروع سابق، والجزائر البلد الوحيد الذي حافظ على استقراره، والجزائر هو البلد الذي كان ينتظر الجميع منه الربيع العربي، وخرج بربيع لم يره أي بلد لا في الوطن العربي ولا حتى في أوروبا، بانتقال حضاري ديمقراطي سلمي يوجه رسالة إلى العالم كله: لا تتدخلوا في شؤوننا، ومن أراد أو سولت له نفسه بأن يقترب منا فليحترق. هذا هو جواب الجزائريين. من يقترب منا يحترق. سيد كامل مرعاش، فليحترق، ونحن نقول له مثل ما قال: من يقترب بليبيا سيحترق. وأرد عليه بالقول أن أحد سياسي